هلو، يا رب كلكم تكونوا كويسين. اوقات كتير جدا بناخد قرارات في حياتنا وبنندم وبنبقى حاسين ان احنا يا لو يرجع بينا الزمن علشان نقدر ناخد القرارات الصح، وبنبقى دايما خايفين على اي قرار مهم جاي في حياتنا. بنقعد نفكر فيه اكتر من مرة وفي الاخر مش عارفين هو احنا اخدنا القرار الصح ولا القرار الغلط. تعالوا اقول لكم على 3 حاجات تاخدوا بالكم منها وانتوا بتاخدوا القرارات المهمة والصح في حياتكم. اول حاجه وهي اهم حاجه ان انت ما تلعبش دور الضحيه، لان اوقات كتير جدا بنلعب دور الضحيه واحنا مش واخدين بالنا. يعني تلاقي نفسك بتاخد قرار وانت بتقنع نفسك ان انت اخدته علشان انت مثلا اتظلمت في حاجه وان انت ما اخدتش حقك في الحاجه الفلانيه، وساعتها نلاقي ان القرار الغلط جه وراه قرار غلط تاني وتالت وهكذا، ومش عارفين هو ايه اللي حصل من الاول اصلا. فخليك واقعي وصادق مع نفسك، وبلاش ان انت تدي مبررات لنفسك ملهاش اصلا اي اساس من الصحه. تاني حاجه ودي علماء كتير اتكلموا عنها واتلخصت في جمله قريتها في كتاب 40، وهي ان انت ما تاخدش قرار وانت جعان او انت غضبان او انت عاشق. بمعنى ايه؟ ان احنا واحنا جعانين ممكن من كتر ما احنا متعصبين، وده بجد علميا، ناخد قرارات سريعه ومتهوره من غير ما نفكر اصلا. كل همنا ان احنا ناكل او ان احنا ما نبقاش جعانين. وتاني حاجه في النقطه دي ان انت ما تاخدش قرار وانت عاشق. بمعنى ايه؟ ان انت لو انت اخدت قرار وانت حابب اللي قدامك، او لحظة حب او لحظة عاطفة كده وراحت لحالها، هتندم بعدها، لان انت هتلاقي ان الاحساس ده مش دايم، وان الاحساس ده عشوائي قوي وكان على قد اللحظة، وان انا ليه اصلا اخدت القرار ده مادام احساسك للي قدامك مش هو احساس الحب الطبيعي ودي مجرد لحظة او لقطة. اوعى تاخد قرار ساعتها. تالت حاجة في النقطة دي وان هي اهم حاجة، اوقات كتير جدا لما بنتضايق او بنبقى غضبانين من اللي قدامنا او بنبقى عصبيين من موقف حصل، ناخد قرارات سريعة جدا من غير ما نفكر في العواقب بتاعتها. نبقى بس متضايقين وعايزين نطلع غضبنا ده في اي حاجة فناخد قرار نندم عليه. فاول ما تلاقي نفسك غضبان ومتضايق ولسه هتاخد قرار، وقف نفسك واهدى شوية، وحتى استنى لتاني يوم علشان تفكر في الموضوع بطريقة اهدى. تالت حاجة وهي اخر حاجة في ازاي تاخد القرارات، وهي ان انت تبص للمدى الابعد ومش المدى القريب. يعني تبص انت تأثير قرارك ده بعدين بعد مدة طويلة هيكون ايه؟ طب تأثيره على اللي حواليك ايه؟ طب تأثيره على نفسك بعد فترة ايه؟ بلاش تبص دايما زي ما بيقولوا تحت رجليك، لان معظم الوقت احنا بناخد قراراتنا على اللحظة اللي احنا عايشينها دي ومش بنبص لقدام. لكن لو انت جربت ان انت تبص لقدام هتلاقي نظرتك اختلفت وقراراتك اختلفت، لان بقى في حاجات انت حاسبها وحاططها في عين الاعتبار علشان تأمن نفسك على قد ما تقدر ان انت تكون واخد القرار الصح مش القرار الغلط. اشوفكم يوم تاني ان شاء الله.